السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد نفيد به ونستفيد. طبعا يا جماعة النهاردة أنا هعلمكم ازاي تشحنوا البطاريات اللي زي دي بتخرج 9 فولت زي ما حضراتكم شايفين كده مكتوب عليها هي 9 فولت اهي. تمام. البطاريات دي ليها كذا طريقة للشحن، فأنا الطريقة الأضمن طبعا الجهاز ده طبعا جهاز هابي، يعني من الماركات المعروفة المشهورة، وحاجة بسم الله ما شاء الله، وحاجة جميلة خالص. طبعا هو سعره يتراوح بين 400 500 300 على حسب. طبعا الجهاز ده أنا جبته من الخردة تقريبا ب20 جنيه من سنتين أو 3 سنين، من زمان يعني. طبعا الجهاز كان فيه حاجات بسيطة، كان فيه مقاوم بسيط بايظ، أنا غيرته وشغلته. طبعا أول حاجة بنعملها بنجيب الجهاز ده، بنحط في طبعا الجهاز ده في منه كذا نوع. في نوع لما بتحط البطارية بتفضل شغالة زي اللي انتوا شايفين كده اهوت. لو حطيت طبعا البطارية كده بتلاقي اللون ده بيبقى أحمر. لما البطارية بتكتمل شحن بتلاقيه بيتم مغير، اللمبة دي بتغير لون أحمر، وفي جهاز بيفضل أحمر مباشر زي ما انتوا شايفين كده. ده طبعا الجهاز ده اللمبة اللي فيه دي بتجيت حمرا مباشر اهي زي ما انتوا شايفين اهي. فصلناها، فصلت، شغلناها، اشتغلت. طبعا بنحط البطارية دي بنسيبها تقريبا على حسب البطارية، لو هي 3 فولت ونص أو 1 فولت ونص أو أيا كان 6 فولت. اخد ده اخره بيشحن 12 فولت. دي طبعا البطارية هي دي 9 فولت، بنحطها وبنسيبها تقريبا 9 فولت دي بتتساب من حوالي ساعتين ل3 ساعات عشان تشحن. هي بدل ما البطاريات دي بنرميها، والبطاريات الاسهم الصغيرة، يعني في بطاريات كتير بدل. وممكن انا جربته على حجر ريموت واشتغل والله معايا، شحن الحجر تمام، بس يعني ايه، مش طبعا مش هيجي زي الجديد، هو شغال كويس. هو طبعا بيشحن ده الحجر القط الاسود، بتشحن اي بطارية. كان خلص معايا وشحنته اهو، كان لسه حاطه تقريبا من حوالي نص ساعة، لسه لمبة كده حمرا قدامه ساعة ولا حاجة. والجهاز ده جميل خالص ومش غالي ولا حاجة، وهينفع كتير في أي حاجة حابب تشحنها بطارية بتاع الحاجات دي كلها. وإن شاء الله في فكرة تانية جميلة إن شاء الله هننزلها فيديو مع بعض نصورها بالأدوبتور ده، هعلمكم إزاي تشحنوا بيه البطارية دي. طبعا ده أدوبتور بيخرج آخره 12 فولت. إن شاء الله الفكرة نقترحها مع بعض في فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو واستفدت معانا دوس لايك واشترك في القناة وتابعنا عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد نفيد به ونستفيد.